ايه المشكلة؟ ايه الموضوع؟ ايه الحوار؟ لا بجد 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 والله سؤال. إيه الحوار؟ ايه الموضوع؟ انت حضرتك يعني إيه؟ انا مالي؟ انا كنادي اهلي انا مالي؟ انا ايه اللي يشغلني يعني؟ مش فاهم بجد. ايه اللي يشغلني في حوار زي كده؟ محمد شريف في مفاوضات مع الزمالك، مع ان عرفنا ان محمد شريف في بند في عقده بيقول كذا. سيبك من الهري ده كله، وسيبك ان هو مش هينفع يرجع على النادي الاهلي والكلام والهري الجميل ده كله. سيبك من الهري ده. تمام. نفترض ان هو جه للزمالك، نفترض ان الزمالك نجح في المفاوضات، وسمع كمان ان بيراميدز لها نصيب يعني من المفاوضات دي. نفترض ان سواء ده ولا ده نجحوا، ومحمد شريف جه مصر على اي نادي تاني غير الاهلي. ايه الحوار؟ حضرتك بتحفل عليا في ايه الحوار يا فندم؟ فندم معلش عشان انا مش فاهم ايه الحوار. الحوار بالنسبه لك يعني، انت كده البطوله دي انت خدتها يعني ولا مش فاهم؟ علمت عليا مثلا في لاعب مثلا ازاي؟ طب ما هو محمد شريف مش تبعي دلوقتي، ما يخصنيش، انا بعته. انا بعته. صدقني يا صديقي، محمد شريف لا يعنيني الان في اي شيء يعني. هو مش لاعب عندي في النادي الاهلي، بس خلاص. عايز تتعاقد معاه اتفضل اتفضل، باب مفتوح. اتفضل روح، تقدر على تمنه روح. ايه الحوار؟ بتحفل عليا هنا ليه؟ إيه ضربتني مثلا كده على فات بتاع ايه؟ بأمارة ايه يا مؤمن؟ بأمارة ايه؟ انا ضربك بقى على قفاك، بدل اللاعب اتنين وتلاتة. تقول لي ازاي يا احمد؟ ما هو امام آه، انت جايبه من فريق الدنماركي، وكهربا انت جايبه مش عارف منين، فانت ما خدتش لعيبه من الزمالك. مين قالك؟ مين قالك يا باشا؟ انا ضربك على قفاك يا زملكاوي يعني. انا ضربك على قفاك اكبر واكبر دليل على كلامي ده حرقتك وحزقانك كل ما يتألق امام عاشور او كهربا مع الاهلي. يعني انت تعرف او تحس بالالم اللي على قفاك في وقت تألق امام وكهربا. طب ما هو ممكن برضو بالذكاوة كده، ممكن محمد شريف يروح الزمالك ويتألق وبتاع. انا ما يعنيش شيء لان انا مش متأثر، الموضوع مش شاغلني. انت اللي شاغل نفسك، صدقني يا صديقي، انت اللي شاغل نفسك. انت اللي شاغل نفسك بالحوار، انما انا كاهلاوي ولا شاغلني الحوار اصلا. اذا كان انا محمد شريف هو عندي كنت بقول امتى يمشي، لان هو معايا خلاص ما ادى كل حاجه، مفيش عنده تاني خلاص. انا مش عايز محمد شريف، انا عايز ليفل اعلى بقى، عايز مهاجم اعلى. فانت بتاخد اللي انا خلاص سبته ورميته. مبروك عليك، مبروك عليك. انا مع احترامي الكامل لمحمد شريف طبعا ما رمناهوش ولا حاجه، ولكن مبروك عليك. الف مليون مبروك يعني. لو الصفقه تمت الف مليون مبروك يا سيدي. هيشغلني في حاجه؟ هيشغل اي اهلاوي في الدنيا في حاجه؟ ما اظنش، ما اعتقدش خالص 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 والله. بس هو ده كل الحوار. باي باي.